السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا الغاليين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا قناة للكبار فقط، موجودة بدون رقابة على القمر الصناعي نايل سات. طبعا النهاردة هنتكلم عن القناة ديت، وهنبدأ نتعرف على القناة عشان نبدأ نحذفها، عشان الناس اللي هتطلع في التعليقات تقول لي طب انت كده عرفت القناة للناس. يا جماعة أنا لازم أعرفك على القناة عشان ما تسيبهاش كده مفاجئ موجودة عندك في الريسيفر، يجي اخواتنا او اطفالنا الصغيرين يقلبوا ان يلاقوا ان القناه دي موجوده عندنا على الريسيفر. فانا النهارده لازم اعرفك على القناه عشان تبدا ان انت تحذفها عندك على الريسيفر. وطبعا انا غير مسؤول عن استخدام القناه ديت باي اشياء تانية. طيب يلا بينا عشان ما نطولش عليكم، هنبدا مع بعض نتعرف ازاي التردد الخاص بالقناه، عشان مع بعض كده نتعرف ان القناه ديت طبعا هي موجوده بالفعل في كل بيوتنا او في كل الرسيفرات، عشان محدش يقول لي ان القناه دي مش موجوده. لا، القناه دي موجوده، وطبعا ناس كتير اشتكوا من القنوات ديت. فانا النهارده حبيت من خلال الفيديو ده اعرفكم ازاي ان انتوا تحذفوا القناه ديت من على النايل سات. طبعا قناه للكبار بدون رقابه موجوده على الرسيفر، وده خطر كبير جدا لازم ناخد بالنا منه. فيلا بينا في البدايه كده، لو حضرتك اول مره تشوفني يسعدني ويشرفني ان انت تنزل تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري ان شاء الله. وما تنساش ان انت تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك المتين اللي بيخلينا ننزل لك كل ما هو جديد وحصري ان شاء الله. طيب في البداية كده خلينا نتعرف على القناة، وبعد كده نبدأ ان احنا نحذفها من على الريسيفر. طيب واحد يقول لي طب ما تحذف التردد على بعضه. لا، التردد لو احنا حذفناه هنبدأ نحذف كل القنوات المميزة اللي موجودة على التردد ده. فاحنا كل اللي احنا عايزينه نحذف القناة او اي قناة من النوعية ديت من على التردد ده. اول حاجة هنبدأ مع بعض، هوريك اسم القناة زي ما انت شايف كده. طبعا القناة موجودة على تردد اللي هو 10815. 10815 وده تردد حزمة عامة، عليه مجموعة من القنوات المميزة. بس في بعض القنوات اللي زي اللي هي بدون رقابة، زي القناة دي زي ما حضراتكم شايفين. القناة دي برضو موجودة للأسف على التردد ده، والقناة بتشتغل بكل الرسيفرات. طبعا القناة ديت بتجيب إعلانات بلس 18. طبعا قناة غير لائقة للعائلة أو للعائلة الكريمة. طبعا القناة ديت لازم تحذفها. طيب أحذفها إزاي؟ كل اللي أنا هعمله ببدأ مباشرة بخش على المنيو، وبعد كده بروح على إدارة القناة أو إدارة القنوات، وبعد كده بروح على طبعا إدارة القنوات زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ أختار القناة اللي أنا قلت عليها اللي هي قناة بن، طبعا بن لايف. هبدأ أضغط طبعا أعلم علامة الصح عليها عشان أبدأ إن أنا أحددها. وأي قناة من النوعية دي بتبدأ إن أنت بتحدد عليها عشان تبدأ إن أنت تحذفها بكل سهولة. طيب خلاص كده عرفت أول إزاي إن أنا أحدد التردد. من الزرار اللي في النص بروح على كلمة شطب باللون الأخضر أو الأزرق على حسب ما موجود عندك الريسيفر. هيطلب منك رقم سري بيكون 4 أصفار، بيقول لك عايز تحذف القنوات المختارة اللي أنت محددها. أقول له نعم، وبعد كده مبروك عليك تم حذف القناة من على الريسيفر، عشان الناس اللي بتواجهها صعوبة ان في قنوات طبعا غير لائقة او بدون رقابة. انا النهاردة عرفتك ازاي ان انت تحذف القناة ديت واي قناة انت عايز تحذفها بنفس الطريقة ديت. وان شاء الله كده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. وان شاء الله كده لو انت استفدت من الفيديو ده يا ريتك تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك المتين اللي بيخلينا انزل لك كل ما هو جديد وحصري. اشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.